السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت طالب في الثانوية الأزهرية وعندك مواد متراكمة عليك، أو لو مفيش وقت كفاية للمذاكرة بسبب التزاماتك، ما تشيلش هم. النهاردة هقولك على نظام يساعدك تذاكر وتلم كل المواد المتراكمة عليك في شهرين بس. هنتكلم عن كيفية تنظيم الوقت، ازاي نذاكر المواد الشرعية والعلمية، وازاي نرجع بشكل فعال. خلونا نبدأ. الجزء الأول، ننظم الوقت ونحدد الأولويات. أول خطوة في المذاكرة الفعالة هي تنظيم وقتك. عندك شهرين بس، عشان كده لازم نحط خطة ثابتة. رقم 1، قسم اليوم لجزئين رئيسيين: مواد علمية زي الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء; مواد شرعية زي الفقه، الحديث، التفسير، السيرة، النحو، وهكذا. رقم 2، حدد كام ساعة هتخصصها لكل مادة حسب احتياجك. لو كنت متراكم في مادة علمية، خصص ليها وقت أكبر في البداية. يفضل ان انت تقسم اليوم لعدة فترات: فترة 3 ساعات في الصباح للمذاكرة، فترة بعد صلاة العصر للمراجعة السريعة، وبالليل لمراجعة المواد الشرعية. رقم 3، لازم كل يوم يكون عندك هدف واضح. مثلا اليوم هخلص باب الصلاة في الفقه وأحل بعض التمارين الرياضية. الجزء الثاني، مذاكرة المواد العلمية. رقم 1، الرياضيات. والرياضيات مش عايزة حفظ، عاوزة أكتر فهم وتطبيق. لازم نركز على فهم القوانين والمفاهيم، وبعد كده تبدأ تحل تمارين كتير. كل ما تحل أكتر، كل ما تتعود على نوع الأسئلة. حاول تذاكر فصلين في اليوم، وكل يوم حاول تحل الأسئلة المتكررة في السنين اللي فاتت. رقم 2، الفيزياء. الفيزياء مادة بتحتاج فكر هادي وتركيز. اعتمد على فهم القوانين والتطبيقات عشان تساعد نفسك. ابحث عن الفيديوهات التعليمية أو استخدم الخرائط الذهنية لفهم الأفكار المعقدة. ولما تخلص درس، حاول تحل تمرينين 3 لتثبيت المعلومة. رقم 3، الكيمياء. الكيمياء معادلات وتحليل، وده محتاج منك شوية حفظ وتطبيق. حاول تفهم كل معادلة كيميائية واحفظها مع تكرار الحلول. قسم كل درس لموضوعات صغيرة، وابدأ في فهم التفاعلات بين المواد. حاول تراجع معادلات مهمة أو حل مسائل معمولة قبل كده. رقم 4، الأحياء. الأحياء مادة كبيرة لكن في نفس الوقت ممتعة. نركز في الحفظ والفهم مع بعض. لازم نتعامل مع الرسم البياني للمفاهيم الحيوية، مثلا الخلايا أو وظائف الأعضاء. قسم المنهج لنقاط رئيسية، وزي ما بنقول من الحفظ إلى التطبيق. الجزء الثالث، مذاكرة المواد الشرعية. رقم 1، الفقه. الفقه بيعتمد على الفهم أكتر من الحفظ. ابدأ بحفظ الأقوال والأدلة المتعلقة بكل مسألة. قسم الفقه لأبواب صغيرة، مثلا النهاردة هناخد باب الصلاة، بكرة هاخد باب الصيام. بعد ما خلص الباب أرجع أراجع الأسئلة المتكررة في الامتحانات. رقم 2، الحديث. والحديث عاوز مننا حفظ الأحاديث مع حفظ معانيها. حاول تفهم الحديث كويس واربطه دايما بالموضوعات في الحياة اليومية، هتفرق معاك جدا. لو في حديث مش فاهمه، ابحث عن تفسيره. استمر في حفظ الأحاديث الشهيرة أو الأحاديث اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. رقم 3، التفسير. التفسير معتمد على فهم الآيات والسور. حاول تذاكر تفسير السور المشهورة. ركز على المعاني وخصوصا آيات الأحكام. ابحث عن التفسير المبسط ليك، وإياك ان انت تسيب سورة من غير تفسير، لان ده هيساعدك في الامتحان بإذن الله. رقم 4، النحو. النحو مهم جدا في امتحاناتك. حاول تركز في القواعد النحوية أولا، واكتسب عادة حل التمارين. قسم قواعد النحو لأجزاء يومية. كل يوم اتعلم قاعدة جديدة وحل عليها تدريبات. أكتر حاجة في النحو التدريب. لازم تكون أكتر حاجة في النحو عشان تفهمه التدريب. والجزء الرابع، استراتيجيات المراجعة. لما تخلص المذاكرة اليومية، دلوقتي وقت المراجعة. راجع كل ما درسته بشكل منتظم. رقم 1، المراجعة اليومية. خلي في يومك ساعة أو ساعتين للمراجعة، وكمان راجع الدروس اللي انت درستها في اليوم اللي فات بشكل سريع. رقم 2، حل امتحانات السنين السابقة. حاول كل أسبوع تحل لك امتحان أو 2 من امتحانات السنين السابقة. ده هيساعدك انك تتعود على شكل الأسئلة. رقم 3، هنخصص أسبوعين للمراجعة النهائية. خلي آخر أسبوعين قبل
قبل الامتحان للمراجعة الشاملة لكل المواد سواء علمية أو شرعية. في الفترة دي بلاش تتعلم أي حاجة جديدة، ركز على المراجعة والتثبيت. وفي النهاية مهم جدا إن يكون عندك عزيمة قوية وتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوفيق مش بس في المذاكرة لكن في التنظيم والنية الصافية والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. لو حبيت النصايح دي أو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بالتوفيق للجميع وربنا معاكم. أنا معاكم عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.